وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب. سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي، تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائر. غافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما. فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما. ربي ليكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانع. اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا. لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا. لي قد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعصما قلم يا. هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات. هب لي كوني بشر كل من يتوب وللظواهر أبن مع الغيوب. قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لناظم هذه الأبيات يخاطب من لا تأخذه سنة ولا نوم. يا ذا الوجود والبقاء والقدم يا ذا المخالفة خذ من القدم. يا ذا الوجود والبقاء والقدم يا ذا المخالفة خذ من القدم. يا ذا الخيام أبدا والوحدة يا من كتابي إليه وحدا. إنك ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة والإفادة والسمع والبصر والكلام. يا ماحيا بالمنتقى آلامي والسمع والبصر والكلام. يا ماحيا بالمنتقى آلامي. إنك قادر مريد عالم حي سميع زحزح المظالم. أنت بصير متكلم الجذب يا كتاب المجيد فانجذب. لك بلا افتراء النفسية يا من كفاني ظلما نفسيا. لك بلا مراء السلبية يا من كفاني ظلم القلبية. لك بلا شريك المعاني والمعنويات بلا معاني. يا فاعلا بإذنه يدير القدر لغير أحمد كذا سقط القدر. بجاه أحمد الكريم علمي يا من به علمت ما لم يعلم. يا ذا وجود وبقاء وقدم للعرش والكرسي قصته القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما. عونك يا معين وبك نستعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فهذه سعادات المريدين
في أمدح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين، وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه. دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 11 و300 وأجر وألف من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. ومنها الرائية وهي هذه: قلبي لا في طاب الجسم تكرار لأنال الهدى والنور جرار يلوم جسمي دابا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس غرار ما زال للخير يدعو ويجذبه وللسعادة دأبا وهو قرار يلوم وفي قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد أخذ جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار لغفر ذنوبي واكفك كبلي بمن علي لتركي زوره عار بمن يخاطبني في ذور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحبه وإن شقت بك الدار وحال من دونه سهل وأوعار زر من تحبه وإن شقت بك الدار وحال من دونه سهل وأوعار لا يمنعنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز عما بأوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتديا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربهم شمس تقاربها في الصحب أقمار ولا تجار الندى بالماء أمطار الطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار وهو الذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار له علي لوجه الله دين ثنى مستحسن كل عام يوم يختار وهو النديب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تصياع وأشعار ولم يجد من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوه وليس يدرك بالأكواب تيار كعب
وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار رام الورى نيل فضل مسرعين له والفضل عند رسول الله قرار كذا نيلها سعي تلاظمه بدر وباس لمن لان ومن جار كلتا يدينا سعي تلاظمه بدر وباس لمن لان ومن جار له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث آب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يحوه جبل لاقى الأضى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجار قدمه مظلما طبق بايع ويتار ولا عالما باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات أخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصاروا لهم لدى الله تخصيص بما ذكروا هم النجوم لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنوين شفا عللا إذ دايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وقفض الذي أعلن كفار والصفح والحلم دأبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا عثمان وعلي يوم الأبرار لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمان وعلي يوم الأبرار عليهم الدار رضوان الله كما قد استناروا بنور من الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليمان ذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أني لا مع قوم قالوا ساروا سألت ربي صلاة منه دائمة أني لا مع من في حبه حاروا سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه إلى نور وأسرار سألت ربي بالمختار ثم بهم سألت ربي
ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وأخرى مثل من خاروا. أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد فاق إقرار. وبان إذ رافق المختار وحدهما بالدقيق نحو محل في الأنسار. إذا أخرجوا بتكذيب وبعدهم هاجرا لمكان أرض الدار. باتوا بمكر عظيم قول مرقدي والكل منهم بسوء في أمار. فقابلوا بسوء حاسدين له في عيلة سار بها وسبار. ووجهوا نحوه مواجههم على رجالي فوق درف وكرار. ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون الأجر ومقدار. وما بجواد كي يفوز بما يعطى من الأجر ثم الدرب قرار. وعاد المرة مرات للقضاء حتى يتوب لمن للذنب غفار. وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شيطم بالشأو فرار وليس عندهما غير الحفيظ له قال المكرم لا تحزن لمن جار. فصار يدعى بخمس وليس عندهما غير الحفيظ له قال المكرم لا تحزن لمن جار. فصار يدعى بثاني اثنين حينهما أخاهم النصج والورقاء والغار. وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار. واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعوه شك وإنكار. لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم والوالدان مع الأولاد أبرار. أما أبو حفص الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار. وهو المتم ذوي الإسلام يومها إيمن به كان للإسلام إظهار. والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدل فجار. ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار. معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار. به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار. قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبهم يؤمن الأمصار. وهو السراج لأهل الفوز في أتى الحق مع عمر فالفضل مظهار. ومن كراماته بعث الكتاب إلى نيل توفق ثم الماء مدرار. أما ابن عفان أي عثمان سيدنا فحاله فيه بالتفضيل إشعار. هذا الشهادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار. بات النبي إلى فجر يروم له رضا من الله ذا التفضيل كبار. حاد ابنتي ورضوانا ومغفرة إذ عنه قد حد إجهار وأسرار. وفيه قال النبي عثمان يشفع في
وكل حقه النار. وفيه قال النبي عثمان يشفع في 70,000 وكل حقه النار. وهو الذي منه تستحي ملائكة والمصطفى فله قدر والأقدار. ومن كراماته أن حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار. صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفق الذي أبدل أخبار. ومن خوارقه أن سال من دمه على الكتاب ليال في إنفار. أما ابن عم رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار. له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار. باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملاء ولخير الخلق إنظار. له أقر رسول الله منزلة منه كهارون من موسى لدن سار. ومن شجاعته أن بات متجعا فوق الفراش وحول الدار مكار. ومن شجاعته أن بات متجعا عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبوا من المكار ضرار. مع كون كل عدو بعد يحرسه والمستبان منه كفى الأبصار. وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع ما يبغي من جار. وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حار. فضائل الصحب عند الله جل على عن عدها كلت أقلام وأسطار. سألته جل بالمختار ثم بهم أن لا أزال الذي اختار أختاره. سألت ربي بالمختار يا رب صلي يا رب بالمصطفى الماحح معصيتي قد ضيع العمر تسويف وإسرار. فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار. أصلح لي القلب فلتدخله مع فطرفة والحق والصبر والعلم الأولى والإجبار. حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار. ومنك أبغي صلاة بالسلام على خير الورى بجميلها لمن خار. وأن تسوق صلاة بالسلام له أني تشمل قوما صحبه صار. وأن تجر صلاة بالسلام له بها تزايلني في الحين أوزار.